ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده طريقه تخزين الملوخيه والكوسه. هتقعد معاكم بالسنه وبالسنتين، ولا لونها هيتغير ولا اي حاجه، وهتبقى خضره معاكم جميله جدا كانك لسه جايباها طازه. هنا بقى معايا الملوخيه، قرطفتها وحطيتها في كيس لحد لما عملت الكميه اللي انا عايزاها، وكنت احطها في التلاجة علشان ما تنشفش مني ولا. هنجيب حلة كبيرة ونحط فيها مية، ونحط معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة كربونات، دول لحفظ الملوخية عشان تقعد معاكي بالسنة وبالسنتين من غير لونها ما يتغير معاكي، ونسيبهم لحد لما يغلوا. هنحط الملوخية في مصفاية كبيرة ونغسلها حلو قوي قوي قوي، نطلع كل الزبط اللي فيهم وكل حاجة لحد ما تنزل المية معانا نظيفة جدا. هنا معانا المية غالت حلو قوي، هننزل فيها بالملوخية. احنا مش هننشف الملوخية ولا اي حاجة، هناخدها بميتها عادي اللي احنا غسلناها بيها، مش مشكلة، احنا كده كده هننزلها في مية، فمش مشكلة احنا لازم ننشفها الاول تحت المروحة والكلام ده كله، لا، هناخدها من المصفية على طول على المية المغلية. هنا انا حطيت نص كمية الملوخية عشان عاملة كمية كبيرة، هنفضل نغرز فيها على تحت كده علشان كل الملوخية تاخد نفس اللون ونفس الغلوة. نلحق بقى نجيب الملوخية دلوقتي عشان نخزنها، دلوقتي الملوخية كلها مسكرة اللي في السوق. اول ما الملوخية تقلب معانا وتدي اللون الاصفر كده، هنسيبها تقلب حبة صغيرين، نطفي النار وناخد بقى من المصفاية ونصفي ونحط جوه الشفشق. هنصفيها، لو انت عايزاها تقيلة معاكي صفيها خالص من المية، ولما تصفيها لو حطيتيها في الشفشق والشفشق معاكي مش راضي يضرب كويس، هنحط شوية مية صغيرين من الحلة نفسيها، مش هنحط مية من بره. هنضربها ضربة بسيطة، احنا مش عايزينها ناعمة خالص عشان تبقى معاكي كأنك انت خرطاها بالمخرطة وطازة. اهو شايفين الشكل ده كأنها مخروطة بالمخرطة. ونعبيها في اكياس ونحطها تحت الحنفية، هنفتح مية ساقعة عادي من الحنفية مش مشكلة، هفضل فاتحاها حبة عليها لمدة دقيقة أو دقيقتين بس تهود السخونة بتاعتها الجامدة، مش هينفع نحطها في الفريزر هي والسخنة جامدة، الفريزر يجراله حاجة. هنفضل فاتحين فيها المية لحد لما تهود خالص معاكي ونحطها في الفريزر. ده شكلها هي وفي الفريزر. يلا بينا بقى نخزن الكوسة، برضه هتقعد معاكي بالسنة وبالسنتين، هتبقى زي الفل كأنك جايباها طازة. هنحط كمية الكوسة كلها في طبق كبير في الحوض، وهنفتح المية ونفضل نغسل فيها في مية جارية، نفضل نغسل فيها كويس حلو قوي قوي عشان بيبقى فيها الكوسة زبط ماسك فيها تراب اي حاجة. ده شكلها بقى بعد ما اتغسلت كويس وصفيناها من المية بتاعتها. هناخد بقى الكوساية، هنقطع
الجنب ده والجنب ده، ونحكها بالسكينة، مش هنقشرها، هنحكها حك بالسكينة. احنا مش عايزين نقشرها عشان التقشير بتاعها هناخد الفايدة بتاعتها. نيجي بقى لتقطيع الكوسة. لو الحباية معاكي صغيرة هنقطعها دواير صغيرة عشان ما تهريش معانا. لو الحباية كبيرة هنقطعها بالنص. هنجيب حلة كبيرة هنحط فيها مية ونحط فيها معلقة كربونات، ودي لحفظ الكوسة، ونسيبهم لحد لما تغلي مع بعضيهم، وننزل بقى بالكوسة. نسيبها تغلي على النار لمدة دقيقتين، يعني تاخد معاكي غلوتين 3 كده حلوين، ونصفيها هي وسخنة منستناش، ونفتح عليها المية الساقعة اللي هي المية الحنفية، مش مشكلة، مش لازم مية ساقعة من التلاجة. هنفضل فاتحين عليها المية لحد لما تهدى خالص من السخونة بتاعتها. ونعبيها في اكياس هي وسخنة، مش هنستنى لما تبرد خالص، لا احنا عايزينها حلوة، درجة الحرارة بتاعتها حلوة، ونحطها في الفريزر. يا رب تكونوا استفدتوا من وصفة النهاردة، وبألف هنا وشفا على قلبك يا ست الكل.